من بعد هذا الفيديو هذا عمرك ما غادي تشحري ولا تقلي الطويجين ديالك. ديري كلشي دفعه واحده وديري الطاجين ديالك يطيب على بوطه مهيله. الطويجين ديالك غادي يكون واجد بطريقه سهله وبسيطه، والسر دائما في الطريقه ديال الطهي وفي التوابل اللي كنستعمل. تبعي معايا المراحل الاخير. اول حاجه بغيت نشكرك بزاف على التعاليق اللي كتخلي ليا والتشجيعات ديالكم اللي كتخليو ليا. شكرا لكم بزاف، الله يجازيكم بخير. كيف كتشوفوا هنا خديت الطاجين درت فيه واحد نص بصيله، المهم الطاجين كامل درت فيه بصيله متوسطه، ما درتش بصله كثيره. غادي نفرش داك الطويجين، غادي ندير شويه ديال البصله من التحت وغادي نحط اللحم، الكميه اللي عندكم ديال اللحم. هاد الطاجين هذا يمكن لكم ديروه بلا لحم بلا والو، كيجي زوين بزاف. درت شويه ديال اللحم، المهم ديروا الدجاج ولا اللحم اللي عندكم. ودرت عليها البصله، داكشي اللي بقى ليا من ديك البصيله درته من الفوق. شويه ديال الربيع، 2 فصوصات ديال الثومه، ودرت شويه ديال زيت المائده. بالنسبه للعطريه عندي الخرقوم والبزار وسكينجبير وشويه ديال التحميره وشويه ديال المروزيه والملح على حسب الطاجين واش كبير ولا صغير. بالنسبه لهاد التوابل غادي نخلطها مزيان مع بعضياتها ونوزعها على الطاجين. لا بالنسبه للعطريه، الثومه، الربيع، داكشي كله هو كلشي غادي نوزعوه على الطاجين على جميع الجوانب. هاد الطاجين هذا ما غنقليوه ما والو، غيبقى هكا حتى نحطوه حتى يتكال. بالنسبه للخضر عندي خيزو هنا قطعته على هذا الشكل هذا رقيق، وعندي القرعه خضراء قطعتها حتى هي على شكل مربعات رقيقين بزاف. كيجي هاد الخضره كتجي بنينه ملي كتكون مقطعه صغيره، حيت كتشرب ديك المرقه وكتجي بنينه. عندي هنا البطاطا الحلوه والبطاطا الاخرى العاديه. المهم الخضر ضيفوا اللي عندكم ديال الخضره اللي بغات تزيد شي فلور ولا شي حاجه. المهم اللي كتعجبها شي خضره تزيدها. عندي هنا اللوبيا خضراء حتى هي قطعتها بنفس الطريقه، تكون قطع صغيورين. عندي دوائر ديال مطيشه من الفوق، ما حيت ليها لا زريعه لا والو، ما قشرتهاش، مغسوله وقطعتها قطع هكا دوائر. عندي واحد الطريف ديال الحامض وشويه ديال الحامض المصير، نص معلقه ديال السمن الحار، واحد الفلفله حاره اللي كيبغي الحار، وضفت هنايا شويه ديال الزيتون. المهم كيعجبني نتفنن في الطاجين يكون المنظر ديالو زوين. غادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء العادي، وغادي نرش واحد الرشه ديال الملح من الفوق على حسب الخضره باش ما تبقاش ليا مسوسه. وغادي ندير هذا الطاجين هذا يطيب على بوطه مهيله بحال الشميعه، يطيب على خاطرو كيف كنقولوا. ما غاديش يكره الفخر، الا درتي على الفخر غادي يجي تاني هضره اخرى، غادي يجي زوين بزاف. نتمنى تجربوا هذا الطاجين، كيستحق انك تجربيه، واخا كيبان بسيط ولكن البنه ديالو واهم حاجه انه صحي وفيه كاع الخضر. بالنسبه للوليدات اللي ما تاكلوش الخضر وهذا الطويجين هذا غادي ياكلوه. نتمنى تشجعوني بلايكاتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. بسلامه عليكم.